السلام عليكم. في الدرس اليوم السابع ديال فوتوشوب كان درس خفيف شفنا فيه اول حاجه اللي هي الافكتس. مرة شفنا في الدرس اللي فات كيفاش نخدموا البلند مود. اليوم غادي نشوفوا الافكتس اللي كيكونوا هنا. اول حاجه خصني مثلا دابا نرسم شي دائره ولا شي حاجه، يا ما كتخدمش الا اللاير اللي كتكون ملوكيه، اما غادي نرجع لاير عاديه. هيا خدمت لي البلند مود، هو اللي كنا شفنا في الحصه اللي فاتت. اليوم غادي نخدموا الافكتس. هاد الافكتس هادو دروب شادو، اوتر جلو، باترن اوفرلاي، جاردينز اوفرلاي، كولر اوفرلاي، ساتان، انر جلو، انر شادو، ستروك، بيفل. كل وحده نشوف شنو كتعدل. هادو مثلا فحال ملي كتعدل الظل لشي شكل، كتعدل الاشعاع لشي شكل. هادو افكتات نقدر نعدلهم. اول حاجه غادي نرسم شي دائره. هاي الدائره ديالي. دابا عندي الدائره باللون بياض والخلفيه تاهي باللون بياض. ما كيبانليش فين هي الدائره ديالي. نقدر هادي باش نبينها انني نعدل شنو، نعدل دروب شادو اللي هو الظل. نعدل دروب شادو كيما بان لك هنايا. ها هو الشادو ديالي بان هنايا. كنتحكم في الاعدادات ديالو. هذه هي الاوبشن بار ديال الافكتات ديالي. ها هو كاين هنا الدروب شادو، كاين هنا الاوتر جلو، كاين هنا الباترن اوفرلاي، كاين الجاردينز اوفرلاي. على حسب كل وحده غادي نشوفوها كيفاش كتعدل. نبقاو دابا في الدروب شادو هذا الاولاني. هنا كيعطيوني الخيارات ديال الدروب شادو. اول حاجه هي نبدل اللون ديال الشادو ديالي. مثلا نقدر نرجعو خضر، او رجع لي خضر هنايا. نقدر نبدل في الاوباسيتي، نقاص الشفافيه ديالو. نقدر نبدلو البلند مود على حسب مع الخلفيه. نقدر نبدلو الاونغل منين جاي الشادو مثلا على حسب الاضاءه. نقدر نزيدلو في المسافه. نقدر نزيدلو في الاتساع ديالو، في السبريد ديالو. نقدر نزيدلو في الحجم ديالو. شتي هكا نقدر نزيدها. هادو فحال دي زوبسيون ديال الاضاءه ما كنستخدموهمش بزاف، ولكن نقدروا نحتاجوهم شي مره ولا جوج. سالينا من هادي، مور ما ساليتي كتعدل اوكي. كيطلع لك الافكس ديالك هنايا. اما الافكت ديالي الا طفيتو كيبان لي الافكس مطفي، الا شعلتو كيبان لي هنايا. مثلا نعدلو شي تكست باش يبان لنا مزيان. نحيدو، نكتبو شي حاجه هنايا. كونترول تي باش نكبرو هادي. صافي هاد التكست نقدر نعدلو مثلا الافكتات. ندخل الافكتات عاوتاني هنايا، نقدر نعدلو ديك الدروب شادو اللي شفنا. هو كيبقاو لي اخر اعدادات كنت عدلت. لاحظتي معايا في الدروب شادو حداه واحد زائد. هاد الزائد شنو كتعدل لي؟ كنقدر نزيد واحد الدروب شادو واحد اخر. اي افكت فيه زائد تقدر تزيد واحد الافكت اخر في حالو نيت. انا زدت واحد الدروب شادو واحد اخر، نقدر نبدل مثلا اللون. نعدل اوكي، نبدل مثلا البلند مود باش يبان لي مالتبلاي افكت. نزيدلو في السبريد. ها هو الشي الاحمر اللي الاخضر. هادي مثلا ملي تكون عندي مثلا شي اضاءه زرقاء كنقدر نعدل الدروب شادو كحال، ونعدل فوق منه الاكسنت شويش بالزرق. نفس الحاجات هادو فايش كنحتاج مثلا دروب شادو. ملي كنبغي نعدل شي جوج دروب شادو في نفس الوقت. لا بغيت نديزاكتيفي كنبرك على هاد العلامه زائد كنحيدها. بغيت ناكتيفيه كنعدل ديك العلامه الزائد. ندوزو دابا اللي موراه اللي هي الاوتر جلو. اوتر جلو حتى هي عاوتاني تقريبا نفس الاعدادات. كنقدر نبدل اللون من هنايا، مثلا نبدل اللون. دابا هادي علاش واخا ملي عدلت الاوتر جلو ما بانليش؟ حيت اولا عندي البلند مود سكرين قلنا هادو كيتعامل مع اللون بيض، يعني عندي اضاءه بيضاء والخلفيه بيضاء، يعني ما يبانليش. نرجعو نورمال. ها هو الا بان لكم ها هو كيبان. نقدر مثلا زومي هيدا شي. ها هو الافكت ديالي نخليوه هنايا. هنا كنقدر نتحكم في الاوباسيتي ديال الافكت. هنا كنقدر نتحكم في النويز ديالو اللي هي ديك الحبيبات الزرق فحال التكستور. هنايا كنقدر نبدل الاليمنت. نزيد مثلا نعدلو سبريد اللي هو الاتساع ديالو. هنايا كنقدر نزيدلو مثلا الحجم. شي ها هو الاوتر جلو. دابا ندوزو الباترن شنو قلنا عليها. الباترن هي مثلا النمط ولا شي حاجه. قلنا الناس ديال الاركتيكتور ملي كيكونوا خدامين في فوتوشوب قلنا يقدروا ما يعرفوا والو في فوتوشوب، اللي كيعرفوا هاد البلاصه ديال الباترن. هاد البلاصه ديال الباترن شنو كتعدل لي؟ هاد البلاصه ديال الباترن كتعدل لي انماط. مثلا قلنا الناس ديال الاركتيكتور ملي كيكونوا خدامين 3 دي مثلا، كيفاش غادي يرجع مثلا البيرو من انه مربع يرسم مربع عادي انه يبان فحال بيرو، لا يبان مثلا فحال شي كلافي ولا فحال شي حاجه. زيدوا الباترن ديال البيرو، يزيد ديك الباترن ديال الخشب باش بان فحال الخشبه مربع كنرجعو خشبه. نفس الحاجه هنايا عطينا شي باترنز فوتوشوب.
كيعطيونا من عندهم. نقدر نزيد انا نعدل الباترن ديالي مثلا في الستراتور ولا في فوتوشوب نيت، ونقدر نتيليشارجيهم حتى من جوجل. هذه هي بلاصه الباترن. قلنا هذه الجاردين كما شفنا في الحصه اللي فاتت ما نقدروش نعدلو مع التكست، خاصني نعدل راسترايز تكست. ملي كنعدل راسترايز تكست كنرجعو كتله، ما كنقدرش نبدل فيه مثلا الفونت، ما كنقدرش نبدل الكتاب. مثلا كتبت ياسر تبقى لي ياسر حتى كترجع الشكل. هنا ملي كنعدل الجاردينز بهذه كنقدر نبدل الكتابه فوق ما بغيت. مثلا ساليت نمشي للدي، نقدر نزيد شحال ما بغيت ديال الحاجات ونبدل التكست ديالي. ندخل افكتس. هذا هو الجاردين. الكولور اوفرلاي عاوتاني كنبدل الكولور. كاين اللي كيعجبو يبدل الكولور من هنايا، فعاط ما يبدلو بالطرق العاديه اللي شفنا الحصص اللي فاتوا. قلنا واحد الحاجه على هذا الكولور اوفرلاي هو اعلى حاجه. دابا ديك الكولور ديالي، دابا التكست باقي الكولور ديالو زرق، ولكن هذا الكولور بغوزي تحط فوق من ديك الكولور الزرق. الا جينا هنايا ديزاكتيفيت الكولور اوفرلاي يبين لي الجاردين، حيت الجاردين فوق من ديك اللون الزرق. بدو تيبين لي الباترن، حيت الباترن فوق من ديك اللون الزرق، عاد يبين لي ديك اللون الزرق. شي بحال العلومه كيتحطوا فوق بعضياتهم. هذا هو الترتيب ديال الافكس ديالي. هادي كنقدر نعدل واحد بحال الساتان، ما كنستخدموش بزاف ديك اللون ديال الساتان. كتقدر تبدل اللون هنايا تا هو تزيد الاوباسيتي على حسب. حيت دابا علاش عاطيني هاد اللون واخا كحل عاطيني هاد اللون، حيت تدمج لي مع هادو اللي هنايا. شي ها هو دابا رجع لي كحل. ملي هاد الساتا ملي كيكون عامل مالتيبلاي كيتدمجوا لي ديك الطبقات ديال الالوان اللي عامل انا. كاين هاد الانر جلو بحال اللي شفنا قبيلاتي، هو جلو ولكن انر جلو بحال اللي شفنا قبيلاتي ديك اللمعان، ولكن هو من داخل. عاوتاني نرجع نورمال نويز شوك سايز شي كيجي من داخل. هذا الانر شادو عاوتاني الشادو ولكن كيجي من داخل حتى هو. طلع له اوباسيتي ديستونس شي بحال اللي كيرجعوا لي. نقدر نعدل به مثلا شكل ديال الطرواد ولا شي حاجه شحال هادي. هذا اذا كنا كنعدلو الطرواد. هاد الستروك عقلنا عليها بحال الاشكال اللي هو كيكون الكادر، كنقدر نتحكم به واش من داخل ولا من برا ولا بجوج على حسب شنو بغيت. وهاد البيفل شحال اللي كنا كنعدلو بهم تا هما الطرواد دي، كانوا كيعاونوني في الطرواد دي. الشي كيجيب لي تقريبا، كانوا كيساعدونا قبل ما يجي الطرواد دي. صافي هادو هما اللي كنا شفنا، كنتو اكتشفتهم في الدرس. هادي مراجعة خفيفة ديالهم. شنو اللي كنا شفنا واحد اخر؟ شفنا مثلا اللي هو convert to smart object. smart object عرفنا عليه. مثلا قلنا smart object اللي غادي نجيب مثلا كيفاش عمرت اللون. عدلت alt backspace وقفلت الشكل ديالي. ملي كنعدل شي حاجه بغيت تحط فيها مثلا اللون، بغيت نحط اللون في هاد اللير هادي، ولكن اللي عدلت alt backspace يتحط لي اللون في اللير ديالي كامله. شي خاصني نعدل باش يتحط لي في الدائره اللي عامل هذا. كنلوكي كنعدل alt backspace. دابا كتعدل. دابا قلنا شفنا في الدرس عندنا جوج دوائر. هاد الدائره الثانيه غادي نرجعها convert to smart object، وهاد الدائره الاولى عاديه. هذيك smart object كيبان تحت من هذا الشكل هذا، هي الدائره هذه عاديه. غنصحاو نصغرو. نعدل كنترول تي نصغرو، نعدل اونطري. شفنا واحد الحاجه اللي هي كنترول شيفت تي. شنو كتعدل لي كنترول شيفت تي؟ كتعدل لي اخر تعديل عدلته بكنترول تي العادي، كتعاود تعدل لي في الشكل اللي موراه. مثلا بركت على شي شكل وعدلت كنترول تي وعدلت التعديل ديالي مثلا صغرته، بركت على الشكل اللي موراه غنعدل كنترول شيفت تي يصغروا لي بنفس المقدار اللي صغرت انا ديك الدائره الاولى. دابا نحلو هادو شوياش. دابا نكبروهم. هاك عاوتاني كنترول تي، لاحظتوا معايا الدائره العاديه كبرت من بيكسليا مشات للكاليتي، والدائره هذه بقات محافظه على الكاليتي ديالها. لاحظنا بان سمارت اوبجيكت كيحافظ على الشكل ديالي من داخل، كيحافظ على الشكل ديالي واخا لا صغرتو ولا كبرتو البيكسلز ما كيتاثروش. واحد الحاجه شفناها هي اخرى في كونفرت سمارت اوبجيكت، ان سمارت اوبجيكت كيخلي مثلا قلنا لك عندي شي ديزاين فيه بزاف ديال العوامل وبغيت نعوض انا شي حاجه في ديك العامل، ولكن كاين عندي بزاف ديال الطبقات فوق بعضياتهم وغادي نخربق لا عاولت نعدل تما. شنو كنعدل؟ كنمشي لللاير ديالي كنمرك في سمارت اوبجيكت، كيفتح لي واحد البروجي واحد اخر. هذا البروجي كنتحكم في ديك الجزء اللي بغيتي انا. مثلا هادي غنرجعها من
من حمار لهاد من زرق لهاد اللون هذا، غنعدل كونترول اس باش نسيفي. ملي غادي نسيفي غادي نرجع للشكل ديالي نلقاها تبدلات. شتي؟ كنقدر مثلا نعدلها مع التكست مع شي حاجه. ترجع التكست هو سمارت اوبجكت convert to smart object. ملي نعدل نساوي هيدا كنقدر هنا نتحكم به. ولكن ملي كنرجعو سمارت اوبجكت راه بطبيعة الحال كيبقى لي. نقدر مثلا نبدل، نكتب مثلا يا سار بغيت نبدل العنوان. اس اس نعدل عاوتاني كنترول اس. ملي نرجع الشكل ديالي نلقى تبدل الكتابة ديالي من ديك ليرم ابسم رجعت ياسر اس. صافي هادشي اللي كنا شفنا. شنو كنا شفنايا اخر؟ شفنا كيفاش مثلا نعدلو البابيت وورب. البابيت وورب اول حاجه كنعدلو فيها قلنا هي السيليكسيون. تقدر تعدل مثلا تمشي لهاد بروبرتيز تقول له مثلا هادي هير كويك اكشنز. نقدر نقول له ريموف باك جراوند باش يحيد لي نيشان. حيد الباك جراوند. دابا باش نمشي نعدل نمشي لايديت مرة نمشي لبابيت وورب. هادي بابيت وورب قلنا شنو كتعدل؟ كتخلي نحرك الاشكال ديالي. الاشكال ديالي قلنا مثلا باش كنحرك الجسم ديالي كنخدم المفاصل. الجسم ديالي فيه مفاصل باش كنقدر مثلا نحرك يدي، باش نقدر نحرك رجلي مثلا الركبه معصم. مثلا شنو نمشي نعدل؟ ملي نبرك هنايا نقدر مثلا نعدل نقط. نعدل نقط مثلا في المفاصل اللي عندي كنعرفهم في الجسم باش نقدر نحرك. قلنا علاش كنعدلو النقاط عاد باش كنحرك؟ حيت اللي حرك دابا اجي دابا نحرك من هنايا شتي الجسم ديالو كامل كيتحرك. لما عدل شي نقطه هنايا الجسم ديالو كامل يتحرك. ما بغيتش الجسم كامل يتحرك، بغيت غير الاجزاء نعرف نحدد فيهم. قلنا نعاودو هنايا نعاودو هنايا ندورلو راسو شوياش. تأكد. الحاجات اللي ما نقدرش نعدلهم بهاد البابيت وورب هو انني مثلا كتشوف يدو لاصقه في راسو ما نقدرش مثلا نحيدها يدا ونجبد نبغي نحيد يدا ما يمكنش. ضروري ما يدا تبقى لاصقه في راسو. نقدر نعدل هيدا مثلا نعدل اوكي. دابا نشوفو الفرق شي واش كان كيفاش ولا. وكنا شفنا هاد الشكل عاوتاني نفس الحاجه. كنعدل نرجع غير مثلا نعدل ريموف باك جراوند نعدل ايديت بابيت وارب نحاول نحرك مثلا جسم. هاو كيفاش كان شي. نقدر نعدل في هادشي اللي كنا شفنا في هاد الحصة. تلاقى في الحصة اللي ما جاي ان شاء الله.